بصوا يا جماعة، عشان الموضوع زاد عن حده جدا جدا جدا. انت مضحوك عليك. انت مضحوك عليك لو ما تعرفش الكلام اللي انا هقوله لك ده. فانت مضحوك عليك وعندك معلومات مغلوطة. عندك معلومات مغلوطة. برغم ان انا لسه جاي من سوق السيارات وجاي مرهق جدا، بس حبيت اطلع اعمل الفيديو ده النهاردة لان اليوم ده جالي كلام كتير ومكالمات كتير بسبب المعلومات اللي انا هقول لك عليها دي. الناس بتستغلى اسعار السيارات في كوريا الجنوبية، ولكن هم بيستغلوا السعر عشان بيقارنوه بالسيارات اللي في الخليج واللي بتنزل للوكيل في مصر. فانت يا صديقي لو بتقارن السعر بتاع العربية اللي بتنزل لك من كوريا الجنوبية بالسعر اللي بتاع الوكيل بينزل سياراته فيه في مصر وفي دبي وفي الخليج والقطر والدول دي كلها، فلا، لازم تعرف المقارنة بتاعت الأسعار ديت بناء على ايه. عايز اقول لك كلمتين افهمهم عشان محدش يضحك عليك بس. في كوريا الجنوبية في خطين إنتاج. أنا راجل اشتغلت في مصانع تصنيع السيارات لمدة 7 سنين. اشتغلت في جميع الأقسام، عارف كل حاجة في تصنيع السيارات دي. فهنا في خطين إنتاج. خط إنتاج بيعمل السيارات اللي بتنزل للوكيل بأوبشن أقل. أنا بقول لك الكلام ده يمكن يزعل ناس. اوبشن اقل، ماتيريال اقل، وزن السيارة بيكون منخفض، وزن السيارة بيكون خفيف عن السيارة اللي بتنزل. هقول لك عليها دلوقتي. فالسيارة اللي بتنزل للوكيل او بتنزل في الخليج ديت وزنها اقل من اللي انا بنزلها لك. حجمها الخارجي مختلف، البادي مختلف، المساحة الداخلية بتاعت السيارة ضيقة، الماتيريال المستخدم في السيارة يعني مش جيد بحالة كويسة. الاوبشن اللي موجود في السيارة غير الاوبشن اللي بينزل لك اللي انا بنزله لك. بمعنى، هنا معمول خطين انتاج، الوكيل له خط انتاج، والسيارات اللي بتنزل لابن البلد خط انتاج لوحدها. بمعنى مثلا العربيات اللي انا بنزلها لك بتكون مصنعة لابن البلد، الشخص الكوري، هدية من يعتبر من الاب لابنه. بمعنى اوبشن عالي جدا جدا في السيارة الكورية اللي انا بنزلها لك بتكون كسر زيرو. الاوبشن اللي فيها غير اللي بينزل في السيارات الخليج خالص. مساحة سيارة مختلف، اوبشن كتير جدا جدا بتلاقيه في العربية اللي نازله لك في الخليج دي مش موجود في العربية اللي انا بنزلها لك. فبالتالي وليكن انت مثلا بتاخد مني سيارة كيا سبورتاج 2022، بعرضها عليك بسعر مثلا وليكن 24,000 دولار بالشحن. عربية فابريكا بالكامل، تمام كده كاملة. فيجي واحد مش فاهم وعنده معلومات مغلوطة يقول لي ده انا اجيبها من السعودية كاملة فول اوبشن وموديل 2024 بنفس السعر ده. طيب انت هاتها، ما عنديش مشكلة، لكن لو بتدور على سعر هاتها من الخليج او هاتها من مصر وكيل، هتبقى موفر في السعر. لكن لو بتتكلم في اوبشن، لا، تجيب من كوريا. بمعنى ان مثلا نزلت لك سيارة سبورتاج وليكن مثلا 2022 في مصر، وجبت واحدة من الوكيل او واحد شاريها من الوكيل، الاتنين موديل واحد ووقفوا جنب بعض، قارن دي بدي، قيس بالمتر كده وشوف المساحة ديت من بره قد ايه ومن جوه قد ايه، والاوبشن هنا ناقص قد ايه وهنا قد ايه. على الاقل العربية اللي انا بنزلها لك من كوريا بتكون فول ارباج، 8 ارباج. العربية اللي بتنزل لك في الوكيل 2 ارباج و3 ارباج و4 ارباج، ولا مؤاخذة في الكلمة مضحوك عليه. فلازم تعرف الحاجات ديت عشان ما يكونش عندك معلومات مغلوطة. لان النهارده بصراحة جالي انتقادات كتيرة جدا، فحبيت اطلع اعمل الفيديو ده ووضحه للناس. فنصيحتي، لو انت جاي بتكلمني وانت مش فاهم السيارات الكورية، فهنتعب سوا. هنتعب سوا. فالفاهم بيريح يا جماعة. في عملاء بتكلمني يكون جاي داخل عارف هو بيشتري ايه، عارف هو بيشتري ايه، ما بيخشش في جدال بقى ده في السعودية بكذا، ده في مصر الوكيل بينزلها بكذا. لا، شوف صورة دي وشوف صورة دي. انت فاهمني؟ لان بجد بنسبة 50% الناس مش فاهمة ومضحوك عليها.